هل قلة شرب المية ممكن توصلنا لعملية؟ معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، زميل كلية الجراحين الملكية لجراحة المسالك البولية بإنجلترا. قلة شرب المية ممكن توصلنا للعملية، وده خصوصا ان قلة شرب المية ممكن تؤدي لتكون حصوات الجهاز البولي. حصوات الجهاز البولي دي حصوات بتتكون ابتداء من الكلية لغاية مجرى البول. تكون الحصوات اساسا بيبقى نتيجة قلة كمية السوائل في الجسم، وده مرتبط بقلة شرب المية زي ما قلنا. ده بيؤدي لزيادة تراكم وترسب الاملاح جوه الجهاز البولي ابتداء من حوض الكلى والحالب والمثانة. ترسب وتراكم الاملاح بيؤدي لتكوين زي شعيرات رمل صغيرة كده بتلزق في بعض، تعمل حصوات صغيرة. الحصوات الصغيرة بتكبر وممكن توصل لأحجام كبيرة جدا بتبقى فيها صعوبة في التدخل والعلاج. في أسباب تانية ممكن تكون ليها علاقة بالجينات والوراثة، في أسباب ممكن تكون ليها علاقة بتركيب تشريحي أو عيب خلقي في الجهاز البولي، في أسباب تانية ممكن تكون ليها علاقة بأدوية أو بعض حالات الأورام. طب إيه أهم عرض بيحصل مع حصوات الجهاز البولي؟ أول الأعراض هو طبعا المغص الكلوي، وده من أشد أنواع الألم اللي ممكن تيجي، وده بيبقى نتيجة تحرك الحصوة أو انقباضات في الجهاز البولي. ممكن يبقى مقترن بوجود دم في البول، تغيير في لون البول يبقى غامق شوية زي ما بيقولوا زي الشاي، أو يوصل إنه يبقى زي الدم فعلا بالظبط. أو في بعض الحالات ممكن يبقى مرتبط بارتفاع في درجة الحرارة لو كان في تجمع صديدي مع الحصوات. التشخيص أساسا بيعتمد على التاريخ المرضي اللي بنعرفه من المريض، ولو كان ليه تاريخ مرضي ان هو عدى حصوات قبل كده. والحاجه الاساسيه في التشخيص سواء بالتحليل او بالعلاج بيبقى بعض التحاليل زي وظائف الكلى او تحليل البول، بالاضافه للاشعه المقطعيه بدون صبغه، دي اللي بنعتمد عليها دايما في تشخيص حالات الحصوات. في بعض الحصوات ممكن تعدي بسهوله، حجمها صغير، تعمل شويه وجع بسيط وتنزل في البول، المريض يشوفها او يحس بيها. زي دي الحصوات اللي بتبقى بتراوح حجمها من 5 ل 6 مللي. لكن لو حجم الحصوه زاد عن كده ممكن يحصل مشكله في نزولها وتتسبب في انسداد جزء من الجهاز البولي، وده بيبقى ليه تعامل لان ممكن يعمل مشكله تاثر على الكلى او على وظائف الكلى عموما. معظم الحصوات او نسبه كبيره منها بتتكون من الاملاح الكالسيوم، واكثر حصوات شائعه هي كالسيوم اوكزاليت. املاح الكالسيوم والاوكزاليت لما بتتحد بتعمل الحصوات زي ما قلنا في الجهاز البولي، ودي بتبقى مشكله لان حصوات الكالسيوم اوكزاليت ما بتستجيبش غالبا للعلاجات. هي يا اما بتنزل زي ما هي لو صغيره، او لازم تدخل لتفتيتها او استخراجها بطريقه ما. هل في طرق ممكن الوقايه من تكوين الحصوات؟ طبعا زي ما قلنا في الاول السؤال اللي هو قله شرب الميه بتودي العمليه، يبقى اول حاجه في الوقايه هي شرب الميه بكميه كافيه، وخصوصا في المناطق الحاره او لو بتتعرض لجو حر بحكم شغلنا او بحكم المنطقه اللي احنا عايشين فيها ودرجه حرارتها. بالاضافه لكده طبعا في بعض انواع الحصوات بتعتمد على انواع معينه من الاكل، انواع معينه من الاملاح في الاكل على حسب نوع الحصوه. يعني الكالسيوم اوكزاليت مثلا بتعتمد على نسبه الاوكزالات في الاكل. في انواع حصوات حمض البوليك بتعتمد على كميه حمض البوليك في الاكل او نسبه السوائل زي ما قلنا. هل في فئه عمريه معينه بتعاني من حصوات الكلى؟ ايوه، بالنسبه لحصوات الكلى دايما بنقول في الميدل ايج، يعني اللي هو من سن 20 ل 60، لان ده السن اللي هو بيبقى اكثر عرضه ان هو بيشتغل كتير، عادات غذائيه سيئه، ما بيشربش كويس، بيخرج كتير طول النهار في شغله، ما بياخدش باله من شرب السوائل، بياكل اكل جانك فود، مخللات، املاح، فبيبقى عرضه اكتر لتكوين حصوات الجهاز البولي. لو قلنا هل في اكل ممنوع لاصحاب حصوات الكلى او الجهاز البولي عموما، هو يعني مفيش اكل ممنوع 100% الا في حالات معينه، انما احنا دايما بنوصي بالبعد عن الاملاح وكثره شرب الميه. ده بياخدنا لنوع معين من الحصوات اللي هي حصوات الحالب، لان هي دي اكتر حصوات مقترنه بالام ومشاكل، نظرا لان الحصوات اللي في الحالب ممكن تسبب انسداد شديد يتسبب في ان الكليه تنتفخ ويتجمع فيها البول، ولو حصل التهاب ممكن يتحول لالتهاب صديدي، ولو كانت على الناحيتين ممكن تؤدي للفشل الكلوي. الحصوات الحالب بتحتاج التعامل معاها بوسيله سريعه، سواء وسيله علاجيه طبقا لحجمها او بالتدخل. التدخل ده بيبقى بالتفتيت، مثلا زي جهاز التفتيت بالموجات التصادميه، وده بيبقى تحت مخدر موضعي ما بتحتاجش بنج، او تدخل بالمنظار. واحنا حاليا غالبا ما فيش تدخل جراحي للحصوات، كل التدخل دلوقتي بقى بالمنظار، والمناظير اتاحت لينا امكانيه التعامل مع حصوات، حتى حصوات كبيره جدا جوه الكلى او جوه الحالب، بالتعامل بالتفتيت دون التدخل الجراحي او الفتح. اب تو ان احنا ممكن نستخدم اخر تقنيه ممكن نستخدمها للحصوات اللي جوه الكلى او اعلى الحالب باستخدام المنظار المرن مع تقنيه الليزر لتفتيت الحصوه بالكامل. واستنونا في فيديوهات تانية بمعلومات جديده.